اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. من النهاردة مفيش فشل للكيك تاني. خلاص بقى، أي حد بيعمل الكيكة بإذن الله مش هتفشل معاه، وفي 5 دقايق هتعمليها. وهنقول ازاي بنسويها كويس ما تهبطش مننا، وطرق كده تخليها معاكي هشة وجميلة وقلبها أبيض كده من جوه، ما تبقاش غامقة ولا أي حاجة. مبدئيا هنا أنا حطيت كوبايتين من الدقيق، وحطيت عليهم معلقة من النشا، وهحط باكو من البيكنج باودر او كيك شيف زي ما انت عايزة. وكلهم هنعملهم في المنخل كده. لازم اهم حاجة تنخلي الدقيق ده مبدئيا واول شيء. واهم حاجة معلقة النشا اللي انت بتحطيها علشان تخلي الكيكة معاكي مرتفعة وهشة وجميلة. بصوا بقى يا جماعة، هنتكلم برضو عن التسوية وهنتكلم عن كل حاجة، عشان في ناس الكيكة دايما تغمقي منهم وتمرر، وفي ناس الكيكة بتبقى عالية وتهبط من النص. وفي حاجات كتيرة جدا ممكن نقول ان الكيكة سهلة وعمايلها سهلة، بس لما بنيجي ننفذها بتطلع بايظة معانا. انا هنا بخلط المكونات الجافة مع بعض، وحطيت ذرة الملح هركنهم على جنب. وهنيجي بقى في الخلاط 5 دقايق والكيكة هتكون ان شاء الله اتعملت بإذن الرحمن. انا معايا 3 حبايات من البيض. يعني اهم حاجة عشان الكيكة تبقاش فاشلة معاكي، ما يكونش البيض في التلاجة. لازم يكون البيض في المطبخ، ولو في التلاجة تطلعيه قبلها بساعتين ولا حاجة، علشان خاطر يبقى دافي معاكي. طيب انا هنا حطيت ايه؟ حطيت 3 حبات من البيضات، وحطيت فانيليا، وحطيت معايا مع كوباية الا ربع من الزيت. هضربهم في الخلاط لوحدهم. بصوا طالعين معايا عاملين ازاي، بجد قوامهم كريمي وتحفة جدا جدا. طالع معايا كأنك جايبة كريمة. ده سر برضو من الأسرار الكيكة، انك تضربي البيض والفانيليا والزيت مع بعض. دي معلقة من الخل، معلقة صغيرة من الخل. وهنحط كوباية من الحليب، برضو الحليب ما يبقاش من التلاجة، الحليب يبقى بدرجة حرارة المطبخ. وهنحط كوباية من السكر، لو حابة تحطي كوباية ونص براحتك، بس انا بعملها دلع شوية. طيب انا هنا ضربت كله في الخلاط، ضربتها يعني تضربيها حوالي 5 دقايق او 7 دقايق، وتريحي الخلاط بتاعك. هتنزلي بكل حاجة في الخلاط، مش هتسيبي ولا فتفوتة زي ما بيقولوا. وهتعملي تلفيها كلها في طريق واحدة، يعني ما تفضليش بقى ايه شمال ويمين، لا، في نفس الطريق اللي انت بتلفي زي ما انا بلف كده. هي لف كده ايه على نفس الاتجاه. علشان كده غلط لما بتفضلي ايه تلفي في مكانه، يعني رايحة جاية كده، ده اكبر غلط. الكيكة تهبط منك وتبقى مش حلو. طب بصوا بقى، شايفين قوامها ابيض اصلا ازاي؟ بجد جميلة جدا. علشان ايه السر البياض ده؟ لما ضربنا البيض والزيت والفانيليا مع بعض ادوكي القوام الكريمي الجميل ده، عشان ده سر من اسرار الكيكة. بصوا لما تعمل معاكي الخط ده، يبقى هي كده ناجحة بنسبة 90%. لسه بقى ال10% هي التسوية. التسوية دلوقتي هو انا بضرب الخليط كله على بعضه في الخلاط، كنت شغلت الفرن عندي. يعني وانت بتضربي الخليط لازم تكوني مشغلة الفرن من قبل ما تكملي وتحطي بقى الخليط على بعضه وتظبطيها كده، تكون الفرنة تكون شغالة. انا هنا عفرت الصينية بتاعتي بالدقيق، وهنزل بقى بالخليط كله. بس اهم حاجة تكون على فرن درجة حرارة مسبق قبل ما تحطيه. برضو ما ينفعش ان انا اخد الكيكة كده وادخل بيها على الفرن على طول واحطها، ده برضو سبب من اسرار هبوط الكيكة. يبقى اسرار هبوط الكيكة كذا حاجة، ان احنا ممكن نستخدم اللبن ساقع، او نستخدم البيض ساقع، او نستخدم الفرنة من اول كده على طول الكيكة على الفرنة، ده اكبر غلط. تساوي بقى بايديكي كده وتجيبيها كده وكده، شمال ويمين زي ما انت شايفة كده، علشان الحروف تبقى مظبوطة. وعايزة برضو اقولك على ان النشا والخل بجد مهمين جدا في الكيكة. اللي هي كده انا اختبرتها خلاص معايا بالسكينة. بص تحطي ايدك طرية جدا جدا، جميلة بجد يا جماعة. والله العظيم ما خدت في ايديا يعني 5 دقايق على بعضها. تقطعيها بالطريقة اللي انت عايزاها. وعايزة اقولك انا بعد ما طلعتها، يعني بعد ما قفلت عليها سبتها في الفرن حوالي 5 دقايق بعد ما تقفلي عليها.
بتسيبيها ما بتطلعيهاش من الفرن على طول، بتسيبيها في الفرن شوية علشان خاطر تحتفظ كده ما تهبطش معاكي. يبقى احنا قلنا على اسرار ان النهارده الكيكه وداعا لفشل الكيكه، عمرها ما هتفشل معاكي، هتبقى معاكي هشه وجميله. اللهم صل على النبي. الله اكبر. بصي مرتفعه وجميله، بصي الحته كبيره وجميله بجد، هشه. شايفه ولا مثلا مكتومه من جوه ولا اي حاجه، وفاتحه كده. الفاتح ده زي ما قلتلك عشان احنا ضربنا البيض. بجد حلوة جدا. يا رب النهاردة أكون ضيفة خفيفة عليكي وأكون فدتك كده ولو بمعلومة. طبعا الصباع ده صباع بنتي حبيبة، بتقولي المناب ده بتاعي. عينها من حتة الكيكة. بص الكيكة كده عمرها ما هتفشل منك تاني. ما تنسنيش بقى في لايك واشتراك في القناة علشان يوصلك مني كل جديد. وعايزة أقولك احنا بنحط الشواية في النص ونشغل الفرن، ولو ما عندكيش الفرن، ما عندكيش